فاكر وأنت صغير لما كنت بتشوف الناس اللي في العشرينات كنت بتتخيلهم ناس كبيرة محققين كل حاجة وعارفين طريقهم بالظبط وعايشين الحياة بالطول والعرض. دلوقتي أنت في العشرينات وبتصحى كل يوم بنفس السؤال: هو أنا بعمل إيه في حياتي؟ تحس إن السنين بتجري وإن كل يوم بيعدي هو يوم ضايع. بتفتح السوشيال ميديا تلاقي صحابك حققوا نجاحات، اتجوزوا أو سافروا أو خطبوا. مع كل بوست بتشوفه بتحس إن أنت متأخر، بتحس إن في سباق وأنت أصلًا مش موجود فيه، ولو حد سألك عملت إيه في حياتك لحد دلوقتي بتكتشف إن الإجابة هي ولا حاجة، شوية دراسة على شوية محاولات على شوية أيام شبه بعضها. وطبعًا ده مش ضعف منك ولا حاجة، ده مجرد فخ صناعات المقارنة، والوهم اللي بيقول إن لازم الشباب يكون محقق كل حاجة. تعالوا سوا نفك الفخ ده ونكتشف إن الشباب مش مرحلة سباق ولا حاجة، هي بس مجرد مرحلة بناء. مشكلتنا إن إحنا بنبص على مرحلة العشرينات على إنها مرحلة لازم نكون فيها واعي. بنشوف في الأفلام والمسلسلات إن البطل بيكون عنده 25 سنة أو عنده شركته الخاصة وسايق عربية فارهة جدا وعايش في مكان كويس. ولما بتفتح السوشيال ميديا بيبقى عندك هاجس إن كل الناس في العشرينات وإن كل الناس في نفس الفئة العمرية بتاعتك. بتلاقي منهم اللي سافروا بره، واللي مثلا عنده مشروع ناجح جدا واللي مبسوط في حياته. وطبعًا ده بيخلق مشهد غلط عن حياة العشرينات في دماغك. السينما بتورّيك النتيجة النهائية اللي ممكن ياخدها شخص تعب في العشرينات، ولكن مش بتورّيك المجهود اللي اتبذل علشان يوصل للنتيجة دي. والسوشيال ميديا زي ما إحنا عارفين بتورّيك اللقطات، لقطات النجاح بس، ولكن مش بتورّيك لقطات الفشل، ولا بتورّيك لقطات المحاولات الفاشلة، ولا بتورّيك السهر والتعب والقلق اللي كان الشخص ده بيمُر بيه عشان يوصل للي وصل له. أصل هيجيب reach إزاي وهو بيصوّر لك معاناته؟ العشرينات في الواقع هي مرحلة التعلُّم والتجربة والبحث عن الذات، ودي مش حاجة وِحشة يعني بالعكس، دي أهم وأغلى مرحلة هتمُر بيها في حياتك. السنين اللي قضّيتها في الدراسة واللي بالنسبة لك هي مجرّد سنين ضايعة هي اللي بتفتح لك أبواب الشغل. وطبعًا الشغل ده هو اللي بيعلّمك الخبرة، والخبرة بتعلّمك إزاي الدنيا بتمشي. التجارب الفاشلة في العلاقات أو المشاريع زي إنك متخزوق 5 مرات، وbrand الwoods بتاعك ما كملش على خير، والحاجات دي لسه بتلوم نفسك عليها لحد دلوقتي. ولكن بصراحة الحاجات دي هي اللي بتعلّمك إزاي تختار وإزاي تتعامل. كل غلطة بتعملها وكل تجربة بتفشل فيها هي في الحقيقة درس ببلاش. اللي بنشوفه على السوشيال ميديا هو مجرد highlights من حياة الناس مش حياتهم كاملة، عامل زي ملخص الماتش كده، بتشوف الأهداف بس، ولكن مش بتشوف الكور الضايعة ولا المجهود اللي اتبذل في الماتش. واللي احنا بنشوفه إن الناس بتشارك النجاحات بس، يشاركوا صور السفر واللحظات الحلوة، أو ممكن كمان يشاركوا علاقاتهم. أغلب البلوجرز كابلز حلوين صح؟ أغلبًا بينفصل وبتشوف ده بعينها، والكلام ده بيخلّينا نقارن كواليس حياتنا بآلائها وتعبها ومحاولاتها الفاشلة بلحظات حياة غيرنا. وطبعًا المقارنة دي ظالمة ومستحيلة، لإنك أنت مش بتقارن نفسك بيهم، أنت بتقارن نفسك بالحاجة اللي هم عايزينك تشوفها. لازم تفهم إن المسار اللي أنت فيه هو مسارك أنت وبس، وإن السباق اللي أنت محتاج تكسبه حاليًا هو سباقك مع نفسك. فتستنى هنا، سباقك مع نفسك هو اللي هيخلّيك تعرف تسابق العالم، عشان ساعتها هتبقى مقارنة عادلة. لمّا تركّز على نفسك وتتعلم من أخطائك وتطوّر من مهاراتك، ده بيخلّيك تعرف إمكانياتك الحقيقية، وده هيخلّيك تدخل السباق وأنت جاهز. السباق مع العالم بيكون صحّي ومحفّز لمّا تكون واثق في نفسك وفي قدراتك، مش لمّا تكون داخل تنافس علشان تثبت إنك مش فاشل. إن إحنا بنقضّي حياتنا بندوّر على نقطة وصول، بتقعد تقول لمّا أخلّص دراسة أبقى ناجح، لمّا ألاقي شغل أبقى ناجح، لمّا أسافر أبقى ناجح. والمشكلة أصلًا إن النجاح بجد مش نقطة وصول، النجاح هي رحلة بتفضل مستمرة طول حياتك. النجاح هو إنك بتتحرك، النجاح هو إنك بتجرب، والنجاح برضه هو إنك بتحاول حتى لو فشلت. كون إنك بتقوم كل يوم الصبح بتفكر في بكرة وبتحاول تشتغل على نفسك أو بتحاول تتعلم حاجة جديدة، ده في حد ذاته نجاح. العشرينات هي مرحلة المحاولات، هي مرحلة الغلط قبل التعلم، هي مرحلة إنك تعرف إيه اللي أنت مش عايزه في حياتك قبل ما تعرف إيه اللي أنت عايزه. أول حاجة عايزك تعملها هي إنك توقف المقارنة. أول خطوة هي إنك تقلل من وقتك على السوشيال ميديا، ولو في حساب معين بتحس إنه بيخليك تقارن نفسك بيه وتحس بنقص أو تحس إنك متأخر، أنا عايزك تعمل ليه unfollow أو تعمل له mute. مفيش حاجة أهم من سلامة النفس. تاني حاجة عايزك تعملها إنك تحتفل بالإنجازات الصغيرة.
هات ورقة وقلم واكتب كل إنجاز بسيط عملته الفترة اللي فاتت، وحاول إنك تحتفل بيه وتنبسط بيه، ما تخليش المقارنة تضيع عليك احتفالك بالإنجاز. كل إنجاز صغير في حياتك يستاهل الاحتفال. افتكر إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. تالت حاجة عايزك تعملها: ركز على نفسك. افتكر إن دي رحلتك أنت وبس، ليها إيقاعها الخاص. ركز على نفسك، على شغفك، على أهدافك، على إمكانياتك، وإن السباق الوحيد زي ما قلت لك هو سباقك مع نفسك. وأظن إنك فهمت قصدي بيها إيه دلوقتي. وخليك دايما فاكر إن العشرينات هي مش سباق، هي مرحلة بناء زي ما قلنا. فما تخليش حاجة تسرق منك قيمة المرحلة دي. وبس كده، سلام عليكم.